انت فاكر ان انت لما تمشي احنا هنزعل وهنعيط؟ ده احنا هنكسر وراك قلة. يا ترى جت منين الكلمة دي وايه مصدرها؟ برضو هيرجع اصل الكلمة لأجدادنا الفراعنة. زمان أيام الفراعنة وخاصة في الأسرة ال13، وهي معروف ان هي كانت أسرة فيها مشاكل كتير جدا. كانوا الكهنة زمان بيعملوا تماثيل من الفخار والطين على شكل الحكام اللي هم مش بيحبوهم واللي نفسهم يتخلصوا منهم، وبيكتبوا على التمثال أسامي الحكام دي وعليها كمان تعويذ وطلاسم بالحبر الأحمر. وبعد ما يعملوا كل ده يكسروا التمثال ده على أساس إن بالتعويذ والطلاسم دي ولما يكسر التمثال الحاكم ده هيموت ويتخلصوا منه. وبعد كده توارثتها الأجيال. أي حد مش عايزين نشوفه تاني ومش عايزين نتعامل معاه تاني نقول له يلا ده احنا هنكسر وراك قلة، لأنها برضو معمولة من الطين والفخار. في كمان العيلة في المناطق الشعبية زمان كانوا بيستخدموا كسر القلة لما تيجي بنتهم تتجوز، على اعتبار يعني اللي هو خلاص الحمد لله ارتحنا من همها، أو مش عايزينها ترجع البيت تاني غضبانة. عرفتوا بقى جت منين هنكسر وراك قلة؟